مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الحكايه. نحن مع الترشيد، نحن مع توفير كل قرش، نحن مع عدم الاستخدام المرهق للموارد اللي بيدفع فيها دولار، نحن مع اي اجراءات. وطبعا هناك اجراءات كثيره حضراتكم عارفينها لغايه دلوقتي: العمل عن بعد، اقفال المحلات وبتاع بدري، كل هذه الاشياء. وطبعا مش هينفع انه كل ما هتيجي تعمل حاجه هتقول لي يعني هي دي يعني وهو ده يعني. لا، حاجة على حاجة، تعمل ترشيد. وهو المهم انه هناك تبقى الروح دي، انه انا مش هعمل مشاوير كتيرة في اليوم، انا هقلل. يعني ابتدى يبقى في يا جماعة مشكلة كبيرة في وقود الطائرات مثلا، في دول في طائرات ما بتطلعش. فالترشيد وطرق الترشيد نحن معها حتى لو بسيطة. يعني مثلا لقينا في وزارة الكهرباء عملوا شيء إيجابي جدا، دخلوا على قطاع من القطاعات بتاعتهم ولموا الكاتل اللي هو البراد الكهرباء ده. انتوا عارفين البراد الكهرباء ده من يعني كلاسيكيات الموظف المصري. الكاتل بتاعه جنبه والفتلة، شايل فتلة العروسة، بتاع. طبعا الكاتل ده من اكتر الحاجات اللي بتسحب كهرباء، لانه بيشتغل بالزو. الزو جامد يعني. فراحوا جايين على قطاع في وزاره الكهرباء، وانا بحيي وزاره الكهرباء انها ابتدت بنفسها. راح لامم عدى على المكاتب كده بشكل مفاجئ: هات الكاتل يا ابني. زي ما انتم شايفين كميه كاتلات مرعبه. يعني يعني كاتل لكل مواطن، كاتل لكل موظف. كل واحد من دول ده طبعا، لانه كمان الكهرباء دي هو ما بيدفعش فلوسها، السيد الموظف اللي قاعد في مكتبه الكهرباء دي بتدفعها الدولة لانه هو مش في بيتهم. فاتلمت الكاتلات، ومعلش الناس يعني نبقى بقى نشوف طريقة نجيب بيها مية سخنة، نبقى نغلي مية، مش لازم شاي في الشغل، يعني كل هذه الأشياء. الضرورات تبيح المحظورات. يعني احنا عندنا ضرورة وفي مشكلة. فده اللي انتوا شايفينه ده في قطاع شمال إدارة الكهرباء. يعني كل الكتلات ديت في إدارة داخل إدارة داخل إدارة. دي مش وزارة الكهرباء كلها، ده إدارة جوه الإدارة جوه الإدارة فيها كل الكتلات دي. وده ما تم تصويره يعني، وما تم يعني حصره. فانا بحيي الساده في وزاره الكهرباء. يجب جمع الكاتلات. طبعا هتقول لي يا عمرو انت تافه، ايه يعني لا. اولا في رقم حضراتكم لازم تعرفوه: وزاره الكهرباء دي ليها عند الحكومه وجهات اخرى ديون تقدر ب 310 مليار جنيه ما بتدفعش. 310 مليار. فيعني الخطوه التي قامت بها اهو، اتفضل اهو. ف وطبعا البترول والغاز ليهم 205. فالقطاعات الحكوميه لا تدفع. انا حكومه، عارف زي ما في الاتوبيس كده اقول له حكومه، انا حكومه ما بدفعش. فعليهم 310 مليار. فهي مش ناقصه كمان الموظف يروح ومعاه البراد بتاعه، وفي السخان كمان اللي هو يعني في سيدات فاضلات في اماكن حكوميه بيبقى معاها السخان بتاعها، تسخن عليه حاجه، تقيد عليه شويه محشي، شويه بتاع. عظيم، هايل كل هذا. انا مش ضده، انا بحب المحشي جدا. انما القضيه قضيه انه اليومين دول معلش السخان والكتل والبتاع، الحاجات دي هنبطلها شويه علشان عندنا مشكله. فانا اولا بأحيي وزاره الكهرباء، وبطلب من كل الوزارات الاخرى ان تجمع كل هذه الاشياء. هتقول لي يعني دول كام كيلو وات؟ خدامك انا بقى. انت عايز ترشد ولا عايز تهزر؟ لو عايز ترشد الحاجات دي تمام. بريطانيا النهارده قرروا ان هم يشتغلوا 3 ايام بس.
يعني احنا هنشتغل 3 ايام عشان عايزين نطفي المصالح الحكوميه وعايزين نقلل استهلاك الطاقه، فبريطانيا هتشتغل 3 ايام. طيب دي حاجه ايجابيه جدا. في شيء تاني، صوره، انا يعني طبعا انا بحب وزير الرياضه الجديد الكابتن نبيل جوهر، بحب امكانياته، بحب النهارده لما اقابل بنتنا لاعبه هنا جوده لاعبه البينج بونج. بس عايز اوريكم الصوره. الاستاذ جوهر نبيل، الكابتن جوهر نبيل، هو فوق قاعد معاها وبيستقبلها هو الاخر. بص في الصوره اللي تحت، في كام لمبه في السقف منوره؟ ده علشان اجتماع فيه 4 تنفار. كم لمبه منوره في السقف؟ عد. طيب ورا ماشي، انا السقف انا بتاعك، يعني لازم ننور، احنا مش هنقعد في الضلمه. في نجفتين منورين كلهم، اللي هو البلحه الشمعه الصغيرين الحلوين دول. طب الاباجوره اللي واقفه جنب المواطن ابو جرافطه اللي جنب السيد الوزير، ده فرح. وكل القاعه دي وقافل كل الشيش. طب افتح يدخل نور بتاع ربنا، الله اعلم ده كان الصبح ولا بالليل. ايه ده كله؟ فرح العمده. يعني انا ما عنديش حاجه ضد الراجل، واللي هو عامله مع البنت شيء عظيم، والبنت عملت اداء مرعب قدام لاعيبه صينيه والاخر. شايفين النجفتين اللي ورا دول جننوني. وايه كميه الكنب ده؟ هي دي دوله يا جماعه يعني عندها مشكله؟ ايه كل الكراسي دي؟ ايه كل النور اللي منور ده؟ طب يعني مش هقول يقعد على لمبه، انا مش هبقى بايخ للدرجه دي، احنا مش هنضلم مش هنضايق الحكومه، مش هنضايق وزاره الشباب والرياضه، انما وطب وليه النجفتين اللي ورا دول مضايقين عمرو جدا؟ طيب هل نفس الشيء ده موجود في ال30 وزاره؟ وفي اباجوره ورا برضه منوره. ليه؟ ده منور النور كله، كأنه بيقول ايه؟ ادي يا عم الترشيد، نور يا عم الحاج. كتير قوي. هو انجاز غير مسبوق، ولكن تنوير غير مسبوق. انت عايز نور ده كله في ايه؟ ده انتوا لا بتكتبوا حاجه ولا انت كان ممكن تقابلها في ملعب، في كافيتيريا تحت، في بتاع مكتبك يا اخي. لا ده يكون مكتبك، يعني يكون كل ده مكتبك. يعني مع احترامي لوزاره الشباب والرياضه والى اخره، لكن يعني مش محتاجين ده كله يعني انت المفروض اغلب شغلك. طب مراكز الشباب هيبقى شكلها عامل ازاي اذا كان ده عامل كده؟ على فكره كمان في مباني حكوميه بالليل وانت ماشي منوره من بره. ليه؟ اذا اردت ان تطاع فكن انت النموذج، الانموذج. انا اهو بقول لك، انما ايه ده؟ طفي النور يا معالي الوزير. انا عارف طبعا ده تجاوز مني ان انا اكلم وزير بالشكل ده، لكن المنظر استفزني. طيب انا عايز حد يقول لي وزاره الشباب ديت مديونه بكام لوزاره الكهرباء؟